ازيكم يا اولى اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هراجع معاك مراجعه شهر اكتوبر. تبقى مركز معايا وتعرف محتويات الفيديو هتبقى ايه، عشان انت بعدها مش هتكون محتاج لاي حاجه تانية. النهارده احنا هنراجع مع بعض كلمات يونت 1، كلمات يونت 2، وجرامر يونت 1 وجرامر يونت 2. تمام كده؟ تمام. وهنعمل ايه كمان؟ هنحل على كلمات يونت 1 وكلمات يونت 2 وجرامر يونت 1 وجرامر يونت 2. طيب يا ميس، احنا هنشتغل كل الكلام ده منين؟ من ملزمه استباهات اللي انا هسيبها لك في الديسكربشن. اوعى تنسى ان انت تحملها عندك وتبتدي تراجعها بعد ما احنا نراجع سوا، او عندك حل تاني تمشي معايا في الفيديو واحده واحده، مش هتحتاج بعدها اي حاجه تانية. اوكي، لو عجبك الفيديو لايك وشير واعمل سبسكرايب عشان كل حاجه جديده توصل لك. يلا ابتدي معايا كلمات يونت 1. اول حاجه عندك كانت كلمه ايه؟ كلمه ديجيتال. طيب يا ميس، كلمه ديجيتال معناها رقمي. طب الكلمه دي نوعها ايه يا ميس؟ نوعها صفه. انا زودت لها في الاخر ال، يعني هي في الاصل هي كلمه ديجيت اللي هي رقم، يبقى هي في الاساس كلمه ديجيت اللي هي ايه؟ اللي هي رقم. لما احط لها السفكس الاي ال فانا حولتها لصفه اسمها ديجيتال. اوكي. تابلت هو الايه؟ التابلت اللي عندك، وديت نون. لابتوب معناها كمبيوتر محمول او اللابتوب. سمارت بورد معناها سبوره ذكيه. السكرين هي الشاشه اللي انت بتشوف عليها، زي بالظبط السكرين اللي انا بشتغل لك عليها دلوقتي، سكرين اللابتوب، سكرين الموبايل. اتفقنا؟ يبقى السكرين بتاعتك هي الشاشه. طب يعني ايه سكرين تايم؟ هي وقتك اللي انت بتقضيه على الايه؟ على الشاشه. ويب سايت، يعني ايه ويب سايت يا ميس؟ معناها موقع. اوكي. احنا وصلنا لحد كلمة ويب سايت. طب تعالى بقى نكمل ايه؟ بص، احنا هنعمل حاجة حلوة قوي. احنا هنعمل ايه عشان الكلمات ما تروحش منك؟ هنقسم الشاشة. طيب بص بقى معايا كده، يبقى احنا وصلنا لحد كلمة ايه ميس؟ وصلنا لحد كلمة ويب سايت. تمام. يبقى انا عندي كلمة ويب سايت معناها ايه؟ موقع الكتروني. تعالى خد معايا الجزء ده. اوكي، يبقى احنا وصلنا لحد كلمة ايه؟ لحد كلمة ويب سايت عندك. طب يعني ايه ويب سايت اصلا يا ميس؟ قال لي ويب سايت معناها الموقع الالكتروني. اوكي، اللي انت ممكن تدخل تجيب من عليه اي معلومه، ممكن تعمل عليه كمان اي سيرش. اوكي. بعد كده عندي كلمه ديفايس. ديفايس معناها ايه؟ يعني جهاز. طب كلمه ديفايس قلت لك ان في كلمه ثانيه اسمها ادفايس. كلمه اسمها ايه يا ميس؟ ادفايس. ادفايس يعني نصيحه، انما ديفايس معناها ايه؟ معناها جهاز. طيب الروتين، يعني ايه روتين؟ معناها حاجه يوميه انت بتعملها، ودي طبعا اداها لي ان انا كل يوم الصبح بقوم اعمل ايه؟ بقوم اعمل تشيك للموبايل بتاعي واشوف مين صحابي مثلا بعت لي اي رساله واشوفها، فروتين معناها يوميا. طيب هايبريد باص، يعني ايه هايبريد باص؟ معناها بتبقى عربيه او سياره او اي حاجه فيها نظام الهجين. يعني ايه نظام الهجين؟ يعني نظام ميكس. يعني ايه نظام ميكس يا ميس؟ يعني ممكن يشتغل بالديزل، اوكي، بالبنزين، او بالبطاريه. ممكن يشتغل بالغاز او بالبطاريه. يعني في نوعين من التشغيل للايه؟ للعربيه ديت او للباص ده. بقول عليه ايه بقى؟ هايبرد باص. هايبرد ايه؟ باص. طب النايت مود، انا بعمل امتى النايت مود يا ميس؟ بعمله ات نايت. بعمله امتى؟ ات نايت. يبقى بعمل الوضع الليلي للتليفون امتى؟ قبل ما بنام. امتى يا ولاد؟ بالليل. اوكي. كمبيوتر معناها طبعا الكمبيوتر اللي هو بقول عليه بي سي. اتفقنا؟ اللي في البيت عندك. amazing معناها مدهش. amazing دي صفة. مايكروفون هو مين؟ هو الميكروفون اللي انت بتتكلم فيه. خد بالك بقى لما باجي اكلمك على الميكروفون او باجي اكلمك على البرينتر، فالحاجات دي كلها بقول عليها ايه؟ بقول عليها تولز، ادوات. اتفقنا؟ اوكي. بعد كده عندك كلمة ايه؟ ريسيرش. يعني ايه كلمة سيرش؟ معناها يبحث. يبقى سيرش معناها ايه؟ يبحث. طيب داونلود لما تكون انت بتنزل حاجة من على الانترنت، رحت بقى تنزل كتاب يبقى انت بتعمل له داونلود، بتحمل مسلسل يبقى انت بتعمل له داونلود. اتفقنا؟ اللي هي عكسها، انت بترفع حاجة عليه فبتعمل له ابلود. اوكي. طيب نرجع بقى للجزئيه دي تاني. عندك كلمه اي بوك معناها كتاب الكتروني. يبقى تاني كلمه اي بوك معناها يا اولاد كتاب الكتروني. يعني كتاب زي اللي انا بشرح منه، هو موجود دلوقتي على الشاشه، كتاب انا مش ماسكه في ايديا. يبقى الاي بوك هو اختصار لكلمه الكترونيك بوك. اوكي كده؟ تمام. اللي بعدها سوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي. اونلاين دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها يا اما ادفيرب هي ظرف، يا اما ادجكتيف صفه معناها ايه؟ متصل بالانترنت. متصل بايه يا اولاد؟ بالانترنت. زي الفل. امشي بقى معايا كده في المراجعه بتاعتك واحده واحده.
وتركز معايا في الكلمات. اوكي تمام تمام. بعدين عندي ايه تاني يا ميس؟ عندي كيبورد. عندي ايه؟ كيبورد. خد بالك بقى ان انا عايزاك تركز معايا في شويه الحاجات دي. الكيبورد، الماوس، الهيدفونز اللي هي سماعات الراس، اوكي، السبيكرز، ايه تاني؟ الويب كام، ايه تاني؟ البرينتر، ايه تاني؟ الميكروفون. كل دي بقى بقول عليها ايه؟ بقول عليها تولز. يعني ايه تولز؟ يعني الادوات اللي انا بستخدمها لما اكون بستخدم الكمبيوتر. هقولهم لك تاني، ايه هما؟ ميكروفون، برينتر الطبعه، الكيبورد لوحه المفاتيح، الماوس الفاره اللي بتحركها، الهيدفونز سماعات الراس، وايه تاني؟ والسبيكرز اللي هي السماعات اللي بتطلع الصوت، مكبرات الصوت، والويب كام اللي هي الكاميرا اللي انت بتصور فيها. اوكي طيب طبعا قلنا خلاص داونلود معناها بيحمل حاجه، وريمايند بيذكر. ركز بقى كده تقول لي ايه؟ مام reminds me to buy bread. ماما فكرتني ان انا اشتري عيش وانا راجع. يبقى ريمايند انت في شخص من بره هو اللي فكرك تعمل الحاجه، ودي قلناها قبل كده. انما لو جيت قلت لك remember، يعني ايه remember يا ميس؟ معناها انت بتفتكر لوحدك، فتقول لي I remember to get my homework. يعني انا افتكرت ان انا احضر الواجب ايه بتاعي. حد فكرني؟ لا، انا محدش فكرني يا ميس. زي الفل زي الفل. لونش معناها يطلق. يبقى معناها ايه؟ يطلق. انت بتطلق مشروع جديد، بتطلق ويب سايت جديد، فاسمها لونش. اوكي. برنت يطبع. طب انت لما بتيجي تعمل برنت اربط لي كلمات بعضها، انت بتعمل برنت على مين؟ على البرنتر. اوكي. اتشيف معناها يحقق. طب انت بتحقق ايه؟ انت بتحقق جول، بتحقق هدف، بتحقق ايم. اوكي، يبقى جول معناها هدف، وايم معناها هدف. كليك، انت بتعمل كليك على ايه؟ انت بتعمل لي كليك على الماوس، يبقى انت بتعمل كليك على ايه ميس؟ على الماوس. اوكي اوكي. تعالى بقى نكمل بقيه الكلمات. ركز معايا في كل كلمه، وحاول بقى ان انت بتعمل ايه؟ انت بتراجع، يعني بتحاول تحفظ معايا كل الكلمات. بعد كده اداني ايه؟ اداني كلمات يونت 2. زي ما قلت لك المراجعه دي بصراحه ممتازه، يعني انت كل اللي هتعمله ان انت هتراجعها معايا خلاص كده، مش محتاج اي حاجه ثانيه. اوكي. اوديتوري، يعني ايه اوديتوري؟ احنا اتفقنا ان هو في اليونت دي كان بيوري لي ايه يا ميس؟ كان بيوري لي الليرنينج ستايلز. يعني ايه ليرنينج ستايلز؟ يعني انماط التعلم، او ايه هي وسائل التعلم اللي بتناسب كل واحد فينا. هل كل واحد زي التاني؟ قال لي لا، كل واحد مش زي التاني. ففي مثلا عندي الاوديتوري ليرنر. يعني ايه الاوديتوري ليرنر؟ معناها المتعلم السمعي. طيب الاوديتوري ليرنر دوت هيتعلم عن طريق ايه؟ هيتعلم عن طريق الهيرنج. يعني ايه عن طريق الهيرنج؟ عن طريق السمع. يبقى تاني الاوديتوري ليرنر ده بيتعلم عن طريق ايه؟ عن طريق السمع. اسمها ايه بقى؟ اوديتوري. الاوديتوري دوت بيتعلم عن طريق السمع. اوكي. الاوديتوري ليرنر بيتعلم عن طريق الهيرنج. والهيرنج يعني ايه يا ميس؟ يعني السمع. اتفقنا؟ خد بالك دي ان اي اكتبها لك تاني. يبقى كمان مره الاوديتوري دوت اللي بيتعلم عن طريق السمع. طب انت بس عماله تدققي قوي على الكلمات دي ليه؟ علشان الكلمات دي كلها جديده عليك. الاوديتوري ديت انت اول مره تاخدها، فتركز في كل كلمه احنا بنقولها. طيب كينستاتيك، يعني ايه كينستاتيك؟ معناها حركه. تاني كينستاتيك معناها ايه؟ حركه. كمان مره، يعني ايه كينستاتيك يا ميس؟ معناها حركه. طيب هو الحركي ده لما هيجي هيعتمد على ايه؟ انت بتستخدم الحركه، يبقى بيعتمد على الهاندس اكتيفيتيز. يعني ايه هاندس اكتيفيتيز؟ اللي هي الانشطه اليدويه، او كمان الفيزيكلي. يعني ايه فيزيكلي؟ الفيزيكلي اللي هي الحاجه المتعلقه بجسمنا. انا بفضل اروح كده ماسك الكتاب في ايديا وعمال رايح جاي عمال اشرح لنفسي بايديا، يبقى انا كده النوع بتاعي اسمه ايه بقى؟ كينستاتيك. اسمه ايه بقى؟ كينستاتيك. اسمه ايه؟ كينستاتيك. كمان الكينستاتيك دوت بيعتمد على الهاندز اكتيفيتي، وبيعتمد على حاجه اسمها الفيزيكالي. يعني ايه فيزيكالي؟ معناها الايه؟ بدنيا. جميل. الفيجوال، يعني ايه بقى فيجوال؟ ركز كده معايا. الفيجوال معناها مرئي.
طب المرئي دوت يبقى هيعتمد على ايه يا ميس؟ هيعتمد على السي، هيعتمد على السايت، اوعى تنسى دي. يبقى الفيجوال بيعتمد على السي وبيعتمد على السايت، بيعتمد يعني على الرؤيه. تشارت انت بتعمل مخطط بياني. ماب خريطه، ماب ايه؟ خريطه. طبعا الخريطه انا بعرف منها الطريق. طيب في حاجه تانية اسمها عندك مايند ماب. مايند ايه؟ ماب. طب المايند ماب دي انا بستخدمها ليه بقى؟ بنستخدم المايند ماب تو اورجانايز عشان ارتب المعلومات بتاعتي، الانفورميشن. يبقى كمان مره انا بستخدم المايند ماب عشان اعمل اورجانايز للانفورميشن بتاعتي. ارتب المعلومات ايه يا اولاد؟ ارتب المعلومات بتاعتي. طبعا اخدنا كلمه ديجيتال معناها رقمي. تكنيك معناها ايه؟ تكنيك معناها اسلوب او تقنيه. انا بتبع اسلوب معين مثلا في المذاكره، يا اما عن طريق الاوديتوري، يا اما عن طريق الفيجوال، او عن طريق اي حاجه تانية. طيب successful يعني ايه successful؟ انت شخص ناجح. خد بالك ان الصفه successful اخرها FUL. طب هي اخرها FUL يبقى هي اخرها السفكس. اخرها يا ولاد suffix نهايه. regularly معناها بانتظام. يبقى يعني ايه regularly؟ بانتظام. thinker يعني ايه thinker؟ هو مفكر، بيفكر في الحاجه قبل ما بيعملها. يبقى اذا هو بيعمل think، يفكر. يبقى thinker بيعمل ايه؟ بيعمل think، بيفكر. جميل جميل. اوكي يلا بقى كده معايا. بعدين بيقول لي خد بالك من ايه؟ انت لسه قايله لي ميس اهو المايند ماب. المايند ماب انا بستخدمها ليه؟ عشان اعمل اورجانايز الانفورميشن، ارتب المعلومات. فاعمل مايند ماب مثلا للبريزنت كونتينيوس، مثلا ابتدي ان انا ايه؟ اعمله كده في خريطه ذهنيه عشان اعرف اراجعه. اوكي. اكسبلانيشن معناها تفسير او شرح، واكسبلانيشن جايه من الفعل اكسبلين، اوكي، اللي هي يشرح. اكسبيرمنت يعني ايه اكسبيرمنت؟ تجربه علميه، والتجربه العلميه دي بيجي معاها الفعل دو كمان مره. يبقى كلمه تجربه علميه هي اسمها ايه؟ اكسبيرمنت. على عكس عندك كلمه ثانيه. ايه هي الكلمه الثانيه؟ لو جيت قلت لك كلمه اكسبيرينس. بص يا اولاد لما تيجي تحفظ الاثنين هتاخد برضو اهي اكسبيرينس. اوكي. الاكسبيرينس بقى دي تجربه حياتيه، خبره انت عديت بيها في حياتك. يبقى التجربه الحياتيه حاجه عديت بيها في حياتك اسمها اكسبيرينس. طب التجربه اللي بتعملها في اللاب في المعمل اسمها ايه؟ اكسبيرمنت، وبيجي معاها الفعل ايه؟ الفعل دو. سوليوشنز معناها حلول. تيم ورك عمل جماعي. كوبريشن معناها تعاون. كوبريشن يعني معناها تعاون. ليدرشيب قياده. كونفيدنت واثق. واوعى تنسى ان كلمه كونفيدنت معناها واثق، انما لو جيت قلت لك هات الاسم منها هتقول لي confidence اللي هي ايه؟ الثقه بالنفس. عملت ايه؟ شلت الان والتي وحطيت الان سي اي اللي هي اي ان سي اي. اوكي. creative معناها ان انت حد مبدع. الفعل بتاعها اسمه ايه؟ اسمه create. يبقى الفعل create معناها يبدع. اوكي. ابس التطبيقات اللي بتبقى عندك على الموبايل. الديجيتال ديفايسز الاجهزه الرقميه. benefits فوائد. experience اللي احنا لسه قايلين عليها اهي. اوكي ماشي. اوعى تنسى هنا كان في ايه. organize معناها ينظم او يرتب. improve معناها يحسن. communicate يتواصل. develop اوكي معناها يطور. وريفيو بمعنى يراجع. فcommunicate with communicate ايه؟ with انا بتواصل مع. اوكي. وبعدين جايب لي بقى اهم الاكسبريشنز عندي في اليونت. وبعدين ايه هي بقى يا ميس؟ قوليها لنا كده واحده واحده. التعبيرات، قلت لك التعبيرات الاكسبريشنز والبريبوزيشنز لازم يتحفظوا زي اسمك. twice a week مرتين في الاسبوع، يعني لما انت تعمل حاجه مرتين تاني، لما بتعمل حاجه مرتين او مره او 3 مرات ما ينفعش تقول لي ايه once a week، لا تقول لي ما ينفعش تقول لي 1 a week، تقول لي once a week. طب مرتين twice a week. طب 3 مرات 3 times a week. اوكي يبقى مرتين معناها twice a week. اوكي. balance with معناها يوازن مع. feel tired اوعى تنسى ان الفعل feel اهي بيجي زائد صفه. يبقى الفعل feel بيجي زائد ايه يا ولاد؟ زائد صفه. take a break ركز عشان واحنا بنحل الاسئله. يبقى take a break انت هتاخد فتره راحه. reduce pollution معناها يقلل التلوث. reduce
protect the environment يحمي البيئة. يبقى تاني انت بتعمل ايه في البيئة؟ انت protect the environment. on screen على الشاشة. do homework هيعمل الواجب او يأدي الواجب. click on mouse. run on يعمل بيه. make a video call. تاني make a video call لما تيجي تعمل مكالمة فيديو، هتكلم صاحبك عن طريق الفيديو، فاسمها ايه؟ اسمها make. solve a problem معناها يحل المشكلة. move around معناها يتحرك حول. move ايه؟ move around. جميل يا ميس. نيجي بقى على يونت 2 برضو الاكسبريشنز بتاعتها. اوكي visual learner، مش انا لسه قايله لك فوق؟ يبقى الفيجوال learner معناها متعلم بصري. فكرني كده، المتعلم البصري ده عن طريق ايه؟ عن طريق السي. اوكي هو بيشوف عن طريق السايت اللي هي الرؤيه، اوعى تنساها. اوكي auditory learner يعني ايه auditory learner؟ معناها متعلم سمعي. بعد كده عندك kinesthetic learner اهي kinesthetic learner. تاني kinesthetic learner معناها ايه؟ متعلم حركي، يعني بيعتمد على الفيزيكالي الحاجه البدنيه وعلى الهنس اكتيفيتيز. اوكي اوعى تنساها دي كويس قوي. away from بعيدا عن away from اهي لسه قايلها لك hands on activities. طب مين اللي بيستخدم الهاندز اون activities؟ مين هو الايه؟ الكينستيك ليرنر. مين هو الكينستيك ايه؟ ليرنر. ماشي؟ يبقى اوعى تنساها. take a break ياخد راحه. take a break. اوكي make a map او make a chart. انت هتعمل رسم بياني، هتعمل لي خريطه، يبقى بيجي معاها الفعل مين؟ الفعل make. focus on هيركز على. focus on يعني ايه يا ميس؟ هيركز ايه؟ هيركز على. اوكي تمام. وبعدين عندك بيقول لك ايه هنا في الحته دي؟ بيقول لك do activities. يبقى كلمه activities هيجي معاها الفعل do. لسه قايلينها من شويه ان experiment بيجي معاها الفعل do. اوكي انت بقى بتعمل نموذج، بتنشئ نموذج اسمها build a model. build ايه؟ a model. have a problem عندك مشكله. طيب لو انت face بقى the problem انت بتواجه الايه؟ المشكله. طب انت لو solve للبروبلم انت بتحل المشكله. take notes انت بتدون الملاحظات مع الميس، فعمال تاخد التيك نوتس اللي بتقولها. make a study schedule يعني ايه schedule؟ معناها جدول للدراسه. اتفقنا؟ يعني جدول الحصص موعدها كذا كذا كذا. اتفقنا؟ يبقى اسمها ايه؟ make a study schedule. make a study schedule. خد بالك ان هي ليها كلمه ثانيه اللي هي time table. ممكن تبقى schedule او ايه؟ او time table. اوكي stay focus يعني ايه stay focus؟ هيحافظ على التركيز. اوكي step by step خطوه بخطوه يا ميس. جميل. وبعدين بيجيب لي بعد كده الايه؟ الافعال. جميل. طبعا انت عارف ان انت عندك الافعال ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى منتظمه او افعال غير ايه؟ منتظمه. تبقى regular verbs افعال منتظمه. طب يعني ايه افعال منتظمه؟ افعال منتظمه ان انت بتلاقي الانفينيتيف اللي هو البريزنت عادي. اوكي في الماضي بتزود له يا اما دي يا اما اي دي يا اما اي ايه؟ اي اي دي. طب يا ميس اوكي يبقى انت في الماضي بتزود له يا اما دي يا اما اي اي دي يا اما اي دي. طيب والبي بي في اغلب الاحوال بيبقى شبه الماضي. امال ايه هي الريجولار فيربس؟ ان انت تلاقي المضارع بتاعك غير الماضي خالص. زي ايه مثلا؟ تعالى كده نبتدي بالirregular وبعدين نرجع تاني. زي ايه مثلا؟ عندك الفعل ايه؟ الفعل سي. هتلاقي ان الماضي بتاعه هو ايه؟ هو سو. يبقى الماضي بتاعه هو ايه يا ولاد؟ سو. يبقى انا ما زودتش هنا يميس ايه؟ اي دي. ده انا كل اللي انا عملته ان انا جبت حاجه مختلفه خالص. يبقى سي الماضي بتاعه سو والبي بي هو سين. اوعى تنساها. طيب draw drew drawn. تاني draw drew drawn. forget forgot forgotten. واوعى تنسى ان هي ممكن برضو تبقى في التصريف الثالث forgot يا اما forgotten. اوكي teach يعلم taught taught. اوكي find found found. جميل. طب تعالى بقى نقرا بسرعه ايه الافعال المنتظمه اللي هي regular verbs. اوكي طيب هو برضو جايب لك دوت كلها ايه؟ irregular. مفيش مشكله. يعني هو هنا جاب لي برضو irregular اللي هي زي ايه؟ send sent sent. زي ايه تاني؟ show. خد بالك showed shown. تمام. eat ate eaten. hurt hurt hurt. وspend spent spent. اوكي ماشي.
ها يلا جاهز بقى يا بطل؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحل على الكلمات، وبعد ما نحل على الكلمات تاخد بقى نفسك كده وتاخد نفس عميق، ممكن توقف الفيديو تروح تشرب اي حاجه، وبعدها تيجي عشان تسمع الجرامر وانت فايق. طب دلوقتي هتعمل ايه؟ لا انت الكلمات لسه حاضره في دماغك صح كده؟ فحل بقى معايا وهي لسه شغاله في دماغك. choose the correct answer. طيب المراجعه النهارده بيقول لي يا ترى اول حاجه هيجي لك ايه هو سؤال، طب مواصفات امتحان اكتوبر هيبقى عامل ازاي؟ كل اللي جايبه لك choose correct، ولا في باراجراف ولا اي حاجه، يبقى تشوز معاها ايه؟ الكوريكت. تمام. choose the correct answer. بسم الله الرحمن الرحيم. امشي بقى كده معايا واحده واحده عشان نشرح كل حاجه. I always use my نقط to type my school assignment. اوكي خد بالك ان assignment معناها هنا ايه؟ معناها حاجه يعني مهمه او واجب، بس الواجب بيبقى اكتر شويه من الهوم وورك. اوكي يبقى assignment معناها اداء او مهمه انت بتعملها. طب انت بتستخدم ايه عشان تكتب الاساينمنت بتاعك؟ طيب خد بالك بقى انت بتعمل تايب، تمام كده؟ يبقى انت بتطيب على الايه؟ على الكيبورد. بتطيب على الايه؟ على الكيبورد كمان مره. اكيد مش هتطيب على السكرين، ولا هتطيب على السبيكرز اللي هي مكبرات الصوت، ولا الروتين اللي هي معناها ايه؟ اللي هي معناها روتين يومي. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى تاني اوعى تنساها دي، هو طيب على الكيبورد. اوكي. My brother bought a new my brother bought اخويا اشترى a new ايه؟ because he needs a computer. ركز بقى في دي، هو عايز كمبيوتر، بس كمبيوتر for ايه؟ for traveling. هو هيستخدم الكمبيوتر ده في السفر. طيب يا ترى هياخد بقى الكمبيوتر العادي؟ هياخد ماوس؟ هياخد برينتر طبعه؟ هياخد تشارت؟ قال لي لا مش هياخد رسم بياني ولا برينتر ولا ماوس. هياخد ايه يا ميس؟ هياخد اللابتوب. يبقى هو عايز يشتري ايه بقى؟ هيشتري او هو اشترى لابتوب عشان هو هيستخدمه في السفر. اللي بعدها the teacher wrote the lesson on the. طب هو المستر هنا كتب ايه؟ كتب الليسن، كتب الدرس. so everyone يا ترى كتبوا على ايه؟ so everyone could see it. عشان كده كلنا قدرنا نشوفه. كتبوا على السوليوشن الحل؟ لا. كتبوا على الماب الخريطه؟ لا. كتبوا على السمارت بورد صح. اكيد مش هيكتبوا على الهيدفون اللي هي سماعات الراس. يبقى الاجابه الصحيحه بتاعتك هي السمارت بورد. اوكي. اللي بعد كده she likes reading stories on her. هي بتحب تقرا القصص على ايه؟ ما هي طالما قصص وبتقراها على حاجه يبقى اكيد ايه؟ في كتاب في ايديها؟ هتقراها على الكتاب ولا على الاي بوك، على الكتاب الالكتروني؟ هتقراها على التجربه؟ لا. هتقراها على السبيكر؟ لا. هتقراها على الماوس؟ لا. هتقراها على الايه؟ الاي بوك، الكتاب الالكتروني. every morning I check the news on انا كل يوم بعمل ايه؟ بعمل تشيك، بشوف اللي جالي على الايه؟ هشوفه على الويب سايت، على الموقع، ولا الروتين اليومي، ولا التشارت، ولا الثينكر؟ اكيد بتشيك على الاخبار على ايه يا اولاد؟ على الويب سايت. يبقى تاني انا كل يوم بتشيك الاخبار. خد بالك ان كلمه نيوز هنا معناها ايه؟ اخبار. انا كل يوم بتشيك الاخبار ديت على الايه؟ على الويب سايت. يعني ايه الويب سايت؟ يعني الموقع الالكتروني. اوكي يبقى موقع الكتروني معناها ايه؟ ويب سايت. اوكي. my sister spends a lot of اختي بتقضي وقت ايه؟ اختي spends a lot of نقط on her phone. يا ترى بتقضي ايه على التليفون بتاعها؟ اوكي spend team work بتقضي عمل او فريق العمل، ولا benefits فوائد، ولا كمبيوتر، ولا بتقضي سكرين تايم؟ قال لي لا بتقضي ايه بقى؟ سكرين تايم. يعني اختي بتقعد وقت كبير على شاشه التليفون. اوكي يبقى اختي بتعمل ايه؟ تقعد وقت كبير على شاشه التليفون. نمبر 6 عندك. اوكي my sister spends a lot of screen time. خلاص دي احنا قلناها. ماشي. we talked to our cousins. يعني احنا اتكلمنا مع اولاد عمنا in London. هم عايشين في لندن يعني خارج مصر. using وانت بتكلمهم في لندن اكيد هتعمل ايه؟ هتعمل فيديو كول. اوكي طب والفيديو كول هيبقى عن طريق ايه؟ عن طريق الويب كام، عن طريق الكاميرا. اللي بعده he can't hear me because his. هو ما كانش قادر يسمعني بسبب ايه؟ are too loud. مش هيسمعني عشان اكيد حاطط سماعات في ودانه وصوتها كان عالي جدا. we printed the photos with the color. يعني احنا بنعمل ايه؟ بنطبع الصور بتاعتنا اكيد على مين؟ على البرينتر، على الطبعة. اوكي
احنا في السؤال رقم 10. يلا معايا بقى كده. وبعدين السؤال رقم 10. The school bus the bus to school is a بيقول لي الباص بتاع المدرسة نقط باص that uses both diesel and battery، يعني هو بيستخدم الحاجتين الديزل والبطارية. يبقى هو طبعا ايه؟ هو هايبريد. هو ايه يا ولاد؟ هو هايبريد يعني هجين بيستخدم الاثنين. I like studying English not offline. يبقى انا بذاكره ايه وما بحبش اذاكره اوفلاين، معناها مش متصل بالانترنت. يبقى انا بحب اذاكره اونلاين. بحب اذاكره ايه يا ولاد؟ اونلاين. اوكي. before sleeping I change my phone. قبل ما انام بعمل ايه في التليفون بتاعي؟ اكيد بحطه على النايت ايه؟ نايت مود. يبقى نايت ايه يا ولاد؟ نايت مود. نايت ايه؟ نايت مود. اوكي. بعد كده عندك رقم 13. he used a نقط to show the results of the science project. هو استخدم ايه عشان يعرض لنا نتائج الساينس بروجكت، مشروع الساينس؟ اكيد هيستخدم تشارت، شكل بياني، عشان يبين لنا نتائج الايه؟ الساينس. اوكي. حلين رقم 13. بعد كده عندك رقم 14. طيب 14 بيقول ايه بقى يا ميس؟ 14 بيقول لك let's check the نقط to find the way. عشان تلاقي ايه؟ عشان تلاقي الطريق. يبقى يعني ايه way؟ الطريق. كمان مرة يعني ايه way عندك؟ طيب انت هتتشيك ايه؟ هتستخدم ايه عشان تعرف الطريق بتاع الميوزيوم المتحف؟ اكيد هتستخدم الماب. هتستخدم الايه؟ الماب اللي هي الخريطة. اوكي. السؤال رقم 15. she designed a mind. يعني هي صممت. يعني ايه designed؟ صممت، عملت شكل. عملت شكل من المايند ايه؟ to connect her ideas for the project. عشان تربط افكارها للمشروع بتاعها. يبقى اكيد عملت لي حاجه اسمها mind map. mind ايه يا ولاد؟ map. we had a ولا ايه نقط in the science lab. خد بالك بقى science lab يعني معمل العلوم with water and salt. هنعمل بقى تجربه بالميه والملح. طب التجربه اللي هي experience ولا experiment؟ برافو experiment. اوكي. exit معناها يخرج او الخروج، واكسبرت معناها خبير. اوكي. the students worked in. الطلاب بيشتغلوا في ايه؟ to finish the group task. عشان يخلصوا المهمه بتاعتهم. يبقى اكيد هيعملوا فيه team work، فريق ايه؟ جماعي او عمل جماعي. the teacher asked us to. المستر طلب مننا او المعلم طلب مننا نعمل ايه في الليسن before the exam. هنعمل ايه في الدرس قبل الامتحان؟ بتفتكر بتعمل ايه؟ ريمايند بتذكر حد يعمل حاجه، ولا لونش هتطلق مشروع، ولا فيو يعني وجهه نظر او منظر، ولا ريفيو هتذاكر؟ اكيد ريفيو هتذاكر او تراجعها. don't forget ما تنساش تو نقط your homework at 8 AM. ما تنساش ايه؟ ما تنساش تعمل الواجب بتاعك. يبقى do your ايه؟ do your homework. جميل. وقفنا عند السؤال رقم 20. اوكي. بص بقى عندك السؤال رقم ايه؟ السؤال رقم 20 بيقول لك ايه؟ I always a problem in my computer doesn't start. هو بيقول لي انا دايما ايه المشكله لو if my computer doesn't start. اكيد دايما بحل المشكله لو الكمبيوتر بتاعي ما اشتغلش. اوكي. يبقى solve ايه؟ solve a problem. please note this file from the internet. اوعى تنسى from. اوكي. يبقى download from. يبقى download ايه؟ download ايه؟ from. اوكي. يبقى كمان مره الفعل داونلود معناها انت بتحمل حاجه من على ايه؟ من على الانترنت. فلما يجي يقول لي داونلود انا هحمل الفايل من الانترنت، يبقى داونلود فروم. if you want to watch a movie. لو انت عايز تتفرج على فيلم نقط the play button. يعني ايه play button؟ زرار التشغيل. طب انت هتعمل ايه على زرار التشغيل؟ improve يحسن، look يقفل، print يطبع، ولا تدوس على زرار التشغيل؟ يبقى click the play button. اللي بعده السؤال رقم 23. I use a ولا an when I sing or talk online. لما باجي اغني او اتكلم اونلاين انا بعمل ايه؟ ايه اللي بستخدمه؟ الاي بوك الكتاب الالكتروني، ولا الويب سايت، ولا التشارت، ولا الميكروفون؟ اكيد انا بتكلم، اكيد انا بغني، يبقى هستخدم الميكروفون. اللي بعده رقم 24.
they shared their holiday photos. هم شيروا او تشاركوا الايه الهوليداي فوتوز اللي هي صور الاجازات. on ايه هيشيروها فين؟ على السوشيال ستاديز الدراسات الاجتماعيه، ولا السوسايتي المجتمع كله، ولا المالتي ميديا اللي هي نطاق واسع من الميديا، ولا السوشيال ميديا؟ يبقى هيشيروها على السوشيال ميديا. اوكي 24 يعني احنا هنبدا في ال 25. اوكي عندك السؤال رقم 25. he felt so نقط after winning the competition. هو شعر بايه بعد ما فاز بالمسابقه؟ يا ترى شعر ان هو ديجيتال رقمي، فيجوال مرئي، اوديتوري سمعي، ولا confident ثقه؟ لا هو شعر بالثقه. اوكي my little brother is very نقط he is always drawing and inventing. ركز في دي قوي. هو ده بيحب يرسم صح كده، وبيحب inventing كمان يخترع. يبقى ده عباره عن ايه؟ توكيتيف بيتكلم كتير، wordly جبان، ولا careless مهمل؟ قال لي لا ده هو كرييتيف، ده الراجل بيحب يعمل ايه؟ drawing يرسم، وinventing يخترع. جميل خالص. if you want to get better at English لو انت عايز تكون كويس في الانجليش هتعمل ايه؟ you must know your skills اكيد لازم تحسن المهارات بتاعتك. اوكي يبقى improve your skills. teachers often التيتشرز غالبا بيعملوا ايه؟ new programs to help students بيعملوا ايه في البرامج عشان يساعدوا الطلاب بتوعهم. يبقى develop بيطوروا البرامج عشان يساعدوا الطلاب بتوعهم. اوكي كده حلينا لحد 28. اوكي طيب وبعدين بيقول لي let's note our homework by topic so it's clear. بيقول لي يلا نعمل ايه في الهوم ورك بتاعنا؟ باي توبيك عن طريق ان احنا نخليه في شكل موضوع عشان يكون ايه؟ عشان يكون واضح. يبقى يلا ننظم الهوم ورك بتاعنا. يبقى اسمها ايه بقى؟ organize. we must not a break احنا قلنا take a break خلاص بقى دي سهله. I often not the internet for new recipes. يعني ايه recipes؟ يعني وصفات. يبقى انا بدور على وصفات. يعني ايه ادور او يبحث؟ search. اوكي we use special نقط on our phones for games. طب ايه اللي انت بتستخدمه على التليفون عشان الجيمز او عشان الاستادي؟ عشان تذاكر اكيد بتستخدم الابس اللي هي التطبيقات. he is a very deep هو deep ايه؟ who always thinks هو بيفكر صح؟ احنا من شويه قلنا طالما هو بيفكر يبقى مفكر. يبقى ايه؟ مفكر اللي هي thinker. اوكي كمل معايا. اوكي السؤال رقم 34 عندك. السؤال رقم 34 she نقط new software to help her company. هي عملت ايه في السوفت وير؟ خد بالك السوفت وير هو النظام اللي بيكون على الكمبيوتر. طب هي عملت ايه في السوفت وير ده؟ هي developed هي طورته. طب طورته ليه؟ عشان تساعد الشركه بتاعتها. my father wants to نقط pollution. احنا قلنا كلنا هنبقى عايزين نزود البوليوشن ولا نقلله؟ هنقلله يعني reduce. يبقى هتقلل البوليوشن معناها reduce pollution. اوكي we must نقط the environment اتفقنا احنا بنعمل ايه في البيئه؟ by recycling عن طريق اعاده التدوير. يبقى protect. اوكي يبقى احنا بنعمل protect للايه؟ للبيئه. he was very نقط in his exams last year. هو كان ايه في الامتحانات بتاعته؟ useful كان نافع، famous مشهور، expensive غالي، ولا successful؟ لا هو كان successful يعني هو كان ناجح في امتحاناته الايه؟ السنه اللي فاتت. 38 they usually meet نقط a week to play football. اوكي هما بيتقابلوا ايه في الاسبوع؟ لسه قايلينها فوق. يا ترى اقول to a week؟ لا. دبل الضعف؟ لا. نيفر لا. بيتقال معاها twice a week. اوعى تنساها عشان دي تركه مهمه. يتقال عليها ايه؟ twice a week. اوكي I sometimes نقط tired when I stay up late. اوكي يبقى انا بفضل قاعد لفتره متاخره من الليل. اكيد احس بايه؟ كلمه tired تعبان. ايه الفعل اللي بيجي مع tired؟ الفعل feel. يبقى feel tired. feel ايه يا ولاد؟ tired. my brother asked me to نقط here to call grandma. هو عايز ايه؟ اختي عايزه ايه؟ تكلم جدتها صح كده؟ مش اختي مامتي. my mother مامتي طلبت مني ايه عشان تكلم to call grandma عشان تكلم جدتي. improve ولا develop ولا remind؟ لا ماما طلبت مني افكرها انها تكلم ايه؟ جدتي. يبقى انت قلت
قلتي معايا يا ميس ان انا لما بكون بفكر حد يعمل حاجه بقول عليها remind. اوكي. رقم 41 you can not a video call. احنا اتفقنا ان الفيديو كول بيجي معاه ايه؟ make. برافو عليك، سامعاك وانت بتقول لي make a video call. اوكي، بعمل مكالمه مصوره او مكالمه عن طريق الفيديو. he wants to not a new goal this year. اتفقنا ان كلمه goal او aim هيجي معاها achieve، معناها يحقق. طيب ركز بقى معايا كده. السؤال 43 she is a very not learner. she learns best by listening. ركز في دي كويس قوي. listening يعني استماع، listening يعني استماع، يبقى هي نوعها ايه؟ auditory. كمان مره، يبقى اللي بيتعلم عن طريق الهيرنج او الليسننج يبقى ممكن يجيب لي كلمه listening، ممكن يجيب لي كلمه ايه؟ listening. يعني ايه listening؟ يعني استماع. اوكي. hearing عن طريق برضو الاستماع. اوكي، او السمع. اتفقنا؟ ده بيكون اسمه ايه؟ ده بيكون اسمه auditory. كمان مره، اسمها ايه بقى؟ auditory. اسمها ايه يا ولاد؟ auditory. اوكي، اوعى تنساها. my brother is a ولا an learner. he learns best by seeing picture. هو بيتعلم عن طريق ايه؟ انت بتشوف الصور، يبقى انت هتتعلم عن طريق الفيجوال. هتتعلم عن طريق ايه يا ولاد؟ الفيجوال. اوكي. he is a learner. he likes to move. اهو مش انا قلت لك على طول انت بتتحرك لما تكون بتذاكر، فهي اسمها ايه بقى؟ kinesthetic. اسمها ايه؟ kinesthetic. اوعى تنساها، kinesthetic حركي. اوكي، او يقول لك كمان physically. اوكي. اوكي يا ميس، اتفقنا. طيب بص بقى معايا كده، احنا الحمد لله رب العالمين خلصنا ايه؟ خلصنا الكلمات، رجعنا الكلمات وحلينا عليها ولا 45 سؤال. يعني انت مش محتاج اي حاجه ثانيه، عمر ما هيجي بره ال 45 سؤال دول. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب دلوقتي بقى راجع معايا على الجرامر. ماشي؟ ممكن توقف الفيديو وبعدها ترجع له تاني، قسمه، ما عنديش اي مشكله. المهم ان انت تقعد معايا كانك قاعد معايا في الحصه عادي زي ما بنبقى قاعدين مع بعض، وتقعد تعمل ايه؟ تراجع كلمه كلمه معايا. اوكي ماشي. هدي النهارده هدي البريزنت سمبل تنس. هدي ايه يا ميس؟ هدي البريزنت سمبل تنس. جميل خالص. فاكرين لما قلت لك ان انا لما باجي اشرح الزمن انا بعمل ايه؟ بشرح ايه في الزمن؟ قال لي اول حاجه احنا بنشرح اليوسج، صح كده؟ طيب فاكر اليوسج اللي احنا خدناها على البريزنت سمبل تنس ايه هي الاستخدامات بتاعته؟ اوكي، كانت الاستخدامات بتاعته اللي هو بيتكلم على الفاكتس. بيتكلم على الايه يا اولاد؟ على الفاكتس، على الحقائق. يبقى لو انا بتكلم على الحقائق يبقى انا بتكلم على بريزنت سمبل. اوكي كده؟ اوكي كده. طيب زي ايه مثلا يا ميس؟ زي لو جيت قلت لك lions eat meat. يعني لو قلت لك مثلا ان الاسود بتاكل لحمه فدي حقيقه، صح الكلام؟ صح الكلام. لو جيت قلت لك ان الشمس بتشرق من الشرق دي حقيقه فعلا. اوكي لحد كده في اي مشكله؟ يبقى انت لما بتكلمني على حقيقه فانت بتتكلم على فاكتس، فبتجيبها في زمن المضارع البسيط. جميل. طب خدت بالك هنا ان كلمه لاينز اللي هي اسود جبت معاها الفعل بدون اضافات، يبقى اول استخدام طلع لي كمان التكوين بتاعه. اللي هو ايه التكوين بتاعه؟ اللي هو الفعل بدون اضافات. خد بالك انا براجع، شارحين الكلام ده قبل كده كتير. بيتكون من الفعل بدون ايه؟ بدون اضافات. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب تاني حاجه هو كان بيكلمني على ايه؟ بيتكلمني على روتين. يعني ايه روتين؟ او هابت. يعني ايه هابت؟ يعني عاده، يعني حاجه كل يوم انا بعملها او حاجه كل اسبوع انا بعملها. فتقول لي مثلا I practice football. يعني انا بعمل ايه يا ميس؟ I practice football. انا بتمرن كوره every weekend. انا بتمرن كوره ايه؟ every weekend يعني ايه؟ او every Friday، كل يوم جمعه. يبقى انا بروح اتمرن كوره كل يوم جمعه. يبقى الروتين بتاعي ان انا بعمل ايه؟ بروح العب كوره او اتمرن كوره كل يوم ايه يا اولاد؟ كل يوم جمعه. اوكي تقول لي مثلا I go to work. I go to work انا بروح العمل every day. اوكي اتفقنا؟ يبقى حاجه بتحصل هي على طول. لحد كده في مشكله؟ اتكلمت عن فاكتس، اتكلمت كمان على الايه؟ الديلي روتين بتاعك او الهابت. طيب تالت حاجه كان بيتكلم على ايه ميس؟ تالت حاجه كان بيتكلم على البيرمننت ستيت. يعني ايه بيرمننت ستيت؟ معناها حالات دايمه. يعني تقول لي مثلا I live in
كايرو. يعني ايه I live in كايرو؟ يعني انا عايش في القاهره. I live in كايرو يعني انا عايش فين يا ولاد؟ انا عايش في القاهره. طيب رابع حاجه كان بيتكلم على التايم تيبل. يعني ايه تايم تيبل؟ المواعيد الثابته. يعني لو في مقابلات بتحصل في الشركات فالمقابلات دي بتبقى بميعاد ثابت. ميعاد المدرسه بيبقى ميعاد ثابت، ميعاد القطر بميعاد ثابت، ميعاد الطياره ميعاد ثابت. يبقى انا بستخدمه كمان في التايم تيبل. يعني مثلا تقول لي ايه؟ the train القطر، وده اشهر مثال دايما بنقوله. the train leaves. the train ايه يا ولاد؟ leaves at 3 p.m. يعني معناها القطر ميعاد تحركه الساعه 3. طيب بس كل اللي عايزاه منك ان اقول لك ايه هنا حاجه مهمه قوي، ان انا لما جيت في كلمه train، يعني كلمه train زودت هنا للفعل ايه؟ زودت له اس. يبقى انا خلاص طلعت كمان الاستخدام بتاعه وطلعت الفورم بتاعته. ايه هو الفورم بتاعه؟ تعالى كده نشوف الفورم بتاعه. اوكي، عن طريق المثالين اللي انا كتبتهم في الاول. ماشي مفيش مشكله. يعني انا لو جيت قلت لك I go to work every day. انا بروح المدرسه كل يوم. صح الكلام؟ صح الكلام. الفعل اهو بدون ايه؟ بدون اضافات. طب لو جيت قلت لك the train leaves، يعني القطر بيتحرك او بيمشي. القطر بيتحرك او بيمشي امتى بقى؟ مثلا at واي ساعه، at الساعه 3 مثلا، at ايه؟ at 3 o'clock. اوكي، جبت انا هنا ايه بقى؟ انا اللي يهمني هنا هو حرف الاس اللي انا جبته مع train. يبقى اذا الفاعل عندك لو كان it، لو كان بيدي لك الفاعل هنا هو it او he او she، فانت بتزود للفعل بتاعك ايه؟ يا اما اس، ماشي، زي مثلا الفعل leave اصلا اهو. بص كده الفعل leave يغادر او يترك، انا زودت له مين يا مس؟ زودت له اس. يبقى الفعل ليه فانا زودت له ايه؟ زودت له اس. طب امتى هتزودي له اي اس يا مس؟ قال لي لو كان الفعل ده بينتهي باو او اكس او زد او اس اتش او اس اس او سي اتش. اوكي، لو انتهى عندك تاني باس اتش او اس اس او سي اتش او 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 اكس او زد، ففي الحاله دي انت هتزود له ايه؟ اي اس. يعني لو جيت قلت لك مثلا احمد، هتقول لي واتش ولا واتشز؟ هتقول لي واتشز، ماشي، عشان هو اخره ايه؟ اخره سي اتش. يبقى احمد واتشز ايه؟ تي في. احمد بيتفرج على التلفزيون. طيب لو جيت قلت لي انا بدرس انجليزي، هتقول لي اي ستادي انجلش. صح الكلام؟ صح الكلام. انا بقى ايه؟ بدرس انجلش او بذاكر انجلش. تمام. طب لو عايزه تقول لي بقى هو بيدرس انجلش، هتقولها لي ازاي؟ هي ستادي ولا هي ستاديز؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي هي ستاديز. طب عملتي ايه يا ميس هنا بقى؟ ركز في التركه دي. انت شلت الواي وحطيت اي اي اس. طب ليه انت عملتي كده؟ عشان الواي قبلها كونسونانت ساوند، قبلها حرف ساكن او صوت ساكن. يبقى هقول ايه؟ هي ستاديز. هي يا ولاد هي ستاديز ايه؟ انجلش، واكمل بقيه الجمله عادي خالص. يبقى التكوين بتاعك هو بيتكون من الفعل بدون اضافات اللي هو التصريف الاول للفعل، وعشان كده قلنا عليه مضارع بسيط. اتفقنا؟ اوكي، لحد كده فيها اي مشكله؟ واتفقنا ان كمان لو كان الفاعل اي او يو او وي او زي مش هتحط فيها اي اضافات. طيب لو هي او شي او ات هتحط الاس بتاعت المفرد الغائب اللي هو هي او شي او ات. اوكي اتفقنا؟ اتفقنا. اوكي، وبعدين كل الكلام دوت اللي احنا قلناه فوق. طيب تعالى بقى في حاله النيجاتيف. هو قايلها لي اهو هنا. في حاله النيجاتيف قال لي انت بتستخدم الفاعل. بتستخدم مين؟ الفاعل. طب ركز معايا بقى، ان لو كان الفاعل بتاعك دوت هو الاي او اليو او الوي او الذي، ركز يا استاذ معايا، او اي كلمه بلورال. يعني ايه بلورال؟ يعني اي كلمه جمع، هتستخدم دونت. هتستخدم مين؟ دونت، وبعدها البيس فيرب. يعني ايه البيس فيرب؟ يعني الانفينيتيف اللي هو الفعل الاساسي. يبقى البيس فيرب، البيس فيرب هو الفعل الايه؟ الاساسي. طيب لو كان doesn't، مين عندك الفاعل مع doesn't؟ الهي والشي والات. اوكي، واي كلمه singular. يعني ايه singular؟ معناها مفرد. اتفقنا؟ واجيب بعدها برضو البيس فيرب اللي هي الايه؟ الفعل الاساسي اللي هيكون في الانفينيتيف. اتفقنا؟ اتفقنا. زي مثلا ان انا اجي اقول لك ايه؟ احمد doesn't play football. يعني احمد ما بيلعبش ايه؟ كرة قدم. انا لفيت الجمله عن طريق مين؟ عن طريق doesn't. اوكي، طيب مش انت بشويه لما كنت جايبه لي القطر كنت حاطه لي اس في الفعل على اعتبار ان هو ات؟ قلت لك الكلام ده. طب ما انت قلتي لي ما هي وشي وات، انا بحط الاس بس. doesn't بتاكل الاس، doesn't بتاكل الايه؟
الاس كمان مره. doesn't بتاكل الاس. بما اننا خلاص اخدنا النيجاتيف فانا عايزاك تركز معايا في حاجه في النيجاتيف مهمه جدا. ازاي الجمله برضو تحمل معنى النفي لو جات لي كلمه نيفر. كلمه ايه يا اولاد؟ نيفر. نيفر معناها لا او ابدا. يبقى نيفر معناها لا او ايه؟ او ابدا. يبقى انا ممكن اقول احمد doesn't play football، او اقول لك احمد نيفر بلاي بقى ولا بلايز؟ برافو بلايز، عشان احنا قلنا ان نيفر ما بتاكلش الاس زي ايه؟ زي داز. يبقى عادي احمد عندي فحطيت الاس فين؟ في الفعل. يبقى احمد نيفر بلايز فوتبول. احمد ما بيلعبش ايه؟ ما بيلعبش فوتبول. يعني انت عايزه تقولي لي يا ميس ان كلمه نيفر بتساوي يا اما دونت يا اما doesn't. يا اما دونت يا اما ايه يا ولاد؟ doesn't. اوعى تنساها. يبقى تاني نيفر بتساوي دونت او doesn't. نيفر بتساوي دونت او ايه؟ او doesn't. جميل خالص. وبعدين طب تعالي بقى نروح نعمل الايه؟ الكويستشن. طيب لما جينا شرحنا الزمن ده احنا قلنا ان انا عندي تو تايبس اوف كويستشن. عندي نوعين منين؟ من الاسئله. اول نوع عندك هو اليس والنو كويستشن. اوكي؟ يعني اجابتك هتبقى بيس او نو. يبقى اذا does هنا معناها هل، ودو معناها ايه؟ هل، عشان انت ما عندكش حاجه في الانجليش اداه استفهام اسمها هل، فبالتالي بنستخدم الهيلبنج فيربس والمودال فيربس عشان يدوني معنى هل. بستخدم دو او does. خلاص بقى انت شاطر، عارف يعني ايه subject يعني فاعل. يبقى دو هيجي معاها I you we they، وداز هيجي معاها he وشي it. اوكي؟ وبعد كده هجيب الانفينيتيف. وبعد كده هجيب مين يا ولاد؟ هجيب الايه؟ الانفينيتيف. جميل خالص. طيب في الدبليو اتش كويستشن انت عندك بتحط الدبليو اتش وورد اللي هي كلمه الاستفهام، زي مثلا what. اوكي؟ مثلا what do you do. تعالى كده نشوف السؤال ده. لو جيت قلت لك ماذا انت تفعل؟ جميل. what اداه الاستفهام. اوكي؟ do هنا الهيلبنج فيرب اللي انا استخدمتها. طب ويو هنا السبجكت اهو. طيب ودو الثانيه دي البيس فيرب. اوكي؟ ده اللي انا بسال عنه، بقول لك ماذا انت تفعل. يبقى انا بستخدم دو او does وبعدها الفاعل وبعدها الفعل الاساسي برضو من غير اضافات. الفعل الاساسي من غير ايه يا ميس؟ من غير اضافات. تمام. خلاص بقى احنا قلنا كل الحاجات بتاعته دي اللي هي استخداماته. تمام زي الفل شرحناه. ندخل بقى على الادفيربس ايه؟ اوف فريكوينسي اللي هي ظروف التكرار. وركز بقى في ظروف التكرار عشان اكيد هيجي لك سؤال عليها. طب هو لما بيجي يكلمني يا اولاد على ظروف التكرار، ايه هي ظروف التكرار وليه سميتها ظروف تكرار؟ ظرف تكرار هو adverb. الادفيرب معناها هو ده ظرف او حال بيوصف لي الفعل، ما بيوصفش الانسان. اتفقنا؟ طيب ليه سميته ظرف تكرار؟ عشان هو بيبين لي انا عملت الفعل دوت كم مره. يا ترى بعمله على طول؟ يا ترى بعمله احيانا؟ من وقت للتاني؟ ما بعملهوش خالص؟ لازم تحفظه. اوكي؟ شرحناها قبل كده. قلنا always معناها ان انت بتعمل حاجه تقريبا يوميا. اوكي؟ فدي 100% بتعملها يوميا. usually حوالي 6 ايام في الاسبوع. often مثلا حوالي 5 ايام في الاسبوع. sometimes 50 يبقى ممكن مثلا بتعملها 3 ايام او 4 ايام في الاسبوع. rarely معناها نادرا. rarely معناها ايه يا اولاد؟ نادرا ان انا بعمل الحاجه دي. ونيفر قلناها بتيجي بمعنى ايه؟ تيجي بمعنى لا. اوكي طيب ركز بقى كويس قوي في اللي انا هقوله ده. هو بيجيب لي هنا استخدم لي ايه بيس؟ استخدم لي how often. how often معناها كم مره. طيب انا دلوقتي هشرح لك ظروف التكرار مع حاجتين ازاي تقدر تستخدمهم مع هاو اوفن او هتجاوب عليهم على السؤال بتاع هاو اوفن. وتاني حاجه انت ازاي شكلهم بيكون ايه في الجمله. يعني always دي always او always بتيجي فين في الجمله، often بتيجي فين في الجمله، وهكذا. طيب ركز بقى معايا. هو بيقول لي انا بجيب هاو اوفن وديد. لا طبعا انا بتكلم على المضارع البسيط. اوكي يبقى انت بتجيبي لي يا ميس يا اما هاو اوفن وبعدها يا اما دو يا اما داز. يا اما دو يا اما ايه يا اولاد؟ يا اما داز وبعدها الفاعل وبعدين بيجي لي الانفينيتيف وبعدها الفاعل وبعدين يجي لي الايه؟ الانفينيتيف. طب تعالي اديني مثال كده. بقول لك ايه؟ هاو اوفن كم مره؟ كمان مره. ها يبقى هاو اوفن معناها ايه؟ كم مره. تاني احفظ معايا. يعني ايه هاو اوفن؟ كم مره. يعني ايه هاو اوفن؟ كم مره. بجاوب عليها بايه؟ قال لي بجاوب عليها هاو اوفن معناها كام مره. اتفقنا؟ كمان مره اهي عشان الايه؟ اداه الاستفهام دي مهمه. يبقى هاو اوفن معناها ايه يا اولاد؟ كم مره. How often do you go to the swimming pool؟ بتروح كم مرة حمام السباحة؟ بص قال لي ايه؟ I sometimes go to the swimming pool. أنا أحيانا بروح ايه؟ بروح حمام السباحة.
طيب يبقى تاني انت ممكن تاخد اي كلمه من كلمات ظروف التكرار وتعبر لي او تجاوب لي بيها على مين؟ على السؤال بهاو اوفن. فانا بقول لك احيانا. طب واحد تاني مثلا هيقول لي I often، انا غالبا انا على ايه بحب اروح يعني، فانا غالبا I often go to swimming pool. اوكي كده؟ اوكي يا ميس. يبقى انا برضو انا ممكن استخدم مين؟ often. طب واحد ما بيروحش خالص فهيقول لي I never، ده انا عمري ما بروحه، نفسي جدا اروحه بس انا عمري ايه؟ ما بروحه. طيب هل دي بس الطريقه اللي انا بجاوب عليها على هو often؟ لا، ما انا ممكن اذكر عدد المرات. يعني ايه اذكر عدد المرات؟ يعني اقول لك مثلا once يعني مره، اقول لك twice مرتين، 3 times 3 مرات. اوكي؟ ها 3 times بقى a week، 2 times a week. اوكي؟ يبقى انا بقول عدد المرات ومعاها دي بعملها في قد ايه؟ في اليوم ولا في الاسبوع ولا في ايه بالظبط؟ تمام كده؟ زي الفل الحمد لله. اوكي، بعد كده يا ميس عايزه تديني ايه؟ عايزه اديلك ان في برضو كلمات تانية بتدل على مين؟ بتدل على المضارع البسيط. طب ايه هي الكلمات اللي بتدل على المضارع البسيط دي؟ من ضمن الكلمات اللي بتدل لك على المضارع البسيط كلمه every، اوعى تنساها. every ويجي بعدها every day every week. اوكي تمام. every Friday every weekend. طب ايه تاني؟ قال لي لو استخدمت on زائد يوم من ايام الاسبوع، زي مثلا on Friday يوم الجمعه. اوكي؟ او on Fridays في ايام الجمعه، يبقى انا على طول بعمل الحاجه دي. اوكي، جات لي بقى حاجه مهمه جدا، وهو ازاي اعرف استخدم ظروف التكرار في الجمله، عشان دي ليها حاجتين اوعى تنساها. تعالى بقى كده استخدمها معايا. اوكي بصي يا ميس، انت قلتي لي هنا، انت قلتي لي هنا يا ميس ايه؟ ان احنا عندنا ظروف التكرار اللي هي مين؟ بص الجزئيه دي مهمه قوي فلازم تركز فيها جدا، اللي هي مثلا زي always، زي usually، often، some times احيانا، ماشي، never و rarely. صح كده؟ صح كده. تعالى بقى بص كده معايا، انا بجيب اي كلمه من الكلمات دي بعد الفاعل وقبل الفعل الاساسي، فتقول لي I always get up early. يعني ايه؟ فبتقول لي انا دايما بصحى بدري، يبقى جت كلمه always فين بقى؟ جت لي قبل الفعل، جت لي قبل الايه؟ قبل الفعل. طيب اي كلمه من دول هتيجي في نفس المكان ده، اتفقنا؟ اتفقنا. طب تعالى بص بقى الجمله ديت، لو جيت قلت لك I am always busy، يعني انا دايما بكون ايه؟ بكون مشغول. طيب I am always busy، انا جبت بقى كلمه always فين؟ يا ترى جبتها يا ترى جبتها بعد am ولا جبتها قبل am؟ قال لي لا، جبتها فين؟ بعد am، وسبت الفعل خالص اهو. يبقى الملحوظه دي بتقول لك ان ظروف التكرار بتجيلك بعد am او is او are، بتجيلك بعد verb to be. اوكي، يبقى اوعى تنسى بقى ان اي كلمه من الكلمات دي بتجيلي فين يا ميس؟ بعد am او is او are. هو am او is او are مضارع؟ اه طبعا مضارع، بس am و is و are ليهم حاله خاصه، ظرف التكرار بيجي بعدهم. كمان مره، am و is و are ليهم حاله خاصه وظرف التكرار بيجي فين يا اولاد؟ بيجي بعدهم. يعني لو قلت مثلا، تعالي ادي لك جمله ثانيه، لو قلت لك مثلا احمد is usually، خد بالك بقى usually جت فين؟ جت هنا. احمد is usually at work، احمد عاده بيكون فين؟ بيكون في العمل بتاعه. يبقى كلمه usually جت بعد am و is و are. اتفقنا؟ في تركه صغنططه جدا بتجيلك في سؤال، يا اما التشوز يا اما سؤال التصحيح. ايه التركه دي؟ تعالى كده نشوفها. هسيب لك برده هنا ظروف التكرار عشان اوريها لك. بص كده يا ولاد معايا، لو انا جاي بقول لك صحح لي الجمله دي، اوكي؟ I نقط وحطيت لك هنا بين قوسين، اوكي؟ ركز في دي كويس قوي، وقلت لك doesn't at
home now. اوكي، هي now بتدل على المضارع البسيط. عادي ممكن تشتغل في الجمله دي عادي خالص. I not doesn't at home. طيب كلمه doesn't هي ليه غلط؟ عشان ما عندكش هنا infinitive، ما عنديش هنا ايه؟ infinitive. يبقى اوعى تنساها دي خالص. انا لو عندي don't او doesn't، لو عندي don't او ايه؟ او doesn't، سواء عندي الاثنين don't او doesn't يا ميس، انا بعمل ايه؟ لازم الاقي infinitive عشان استخدمهم. طب ما لقيتهمش، هتجيب مين في المضارع؟ am و is و are. يبقى هتقول لي I am not at home، انا مش في البيت دلوقتي. كمان مره لو انت عندك كلمه now هتلخبطك، خليها كده I am not، واحد بيكلمك في التليفون فتقول له لا I am not at home، انا مش موجود في البيت. doesn't عندك هنا غلط. طب ليه doesn't غلط؟ عشان ما عندكش infinitive. يبقى انت لازم تربط لي ان don't او doesn't او do او does لازم يجي معاهم infinitive. تعالى كده ناخد جمله ثانيه، ناخد جمله ثانيه. لو انا جيت قلت لك مثلا she نقط sad. اوكي ماشي، يا ترى هتقول لي بقى هي does اوكي ولا doesn't ولا isn't؟ اوكي برافو. سامع حد بيقول لي يا ميس هنختارها isn't. طب ليه ما ينفعش doesn't؟ ليه؟ عشان ما عنديش infinitive. كلمة sad هي صفة، يبقى she isn't sad. she isn't ايه يا ولاد؟ she isn't sad. طيب في حاجة تانية يا ميس؟ قال لي في حاجة تانية. اوكي تعالى نمسحها بقى بالاستيكة وخلاص. ايه هي الحاجة التانية؟ لو انا جايه بقول لك كده نقط احمد at work. اوكي خد بالك دخلك على الفعل على طول. يا ترى هسأل بدو ولا بدز ولا بار ولا باز؟ تمام؟ اوكي يا ترى هسأل بأي واحدة فيهم؟ واحد يقول لي احمد يبقى دز، هقول له لا ما ينفعش. ليه؟ عشان المفروض هنا ايه؟ از. طب ليه اقول از؟ اوكي لان بعد احمد كان المفروض يكون في انفينيتيف، انا ما لقيتش انفينيتيف. يبقى تاني، انت لما بتلاقيش انفينيتيف عندك في الجمله فاللي يحل محل دو وداز او دونت او دازنت هم ام وايز وار، سواء في حاله النفي سواء في حاله السؤال سواء في حاله الاثبات. اتفقنا كده؟ اوعى تنساها عشان الحاجات دي مهمه جدا، ودي التركات اللي بيشتغل عليها في الامتحان. اوكي كده احنا خلصنا البريزنت سمبل كله. اوكي تعالى بقى نشتغل على الابيلتي. اوكي يعني ايه ابيلتي؟ الابيلتي معناها القدره. هو انت ازاي بيكون عندك قدره ان انت تعمل ايه الحاجات؟ اوكي يبقى يعني ايه ابيلتي يا ولاد؟ معناها القدره. كمان مره، يعني ايه ابيلتي يا ميس؟ معناها القدره. قال لي انا بستخدم الابيلتي باكتر من طريقه. الابيلتي بستخدم فيها يا اما كان لو انا بقدر اعمل حاجه، يا اما ايه؟ يا اما كان. اوعى تنسى ان كان نوت هيها كانت بالطريقه دي، وكان او كانت الاثنين بجيب معاهم فعل بدون اضافات. استنى نغير اللون ده عشان مش باين. يبقى تاني انت عندك كان او كانت بيجي بعدهم فعل بدون اضافات. طب في حاجه تانية بتعبر عن الابيلتي؟ في حاجه تانية. ايه هي؟ ان انا استخدم am او is او are able to زائد الانفينيتيف، معناها ان انت قادر على فعل الشيء دوت في حاله المضارع. اتفقنا؟ يبقى انا بدي لك الابيلتي في حاله الايه؟ المضارع، اللي هي كان او كانت زائد الفعل بدون اضافات، او عن طريق حاجه ثانيه اللي هي اسمها ايه؟ am و is و are able to زائد الانفينيتيف. am is are able to زائد مين يا مس؟ زائد الانفينيتيف. اتفقنا؟ اتفقنا. وطبعا خد بالك ان انا لو بسال بكان في الاول هيبقى معناها هل، فانا ممكن اجي اقول لك ايه؟ can you ride a bike؟ يبقى ده كده question. اوكي فانا بسالك على ايه؟ على مقدرتك. هو انت بتعرف تركب عجله ولا ما بتعرفش؟ اوكي يبقى هتقول لي yes I can او no I can't. اتفقنا؟ اتفقنا. زي ما جابها لك هنا اوكي في الكويستشن اهيت زي ما احنا شرحناها، جاب لك كان ايه؟ جاب لي كان في الاول. اتفقنا يا ميس؟ طيب في كمان لو انا هستخدم بقى كان بعد اداه الاستفهام، يبقى انا كان هي عباره عن ايه؟ كان اصلا دي من الحاجات الاساسيه انك تبقى عارفها، ان كان عباره
بعتذر على الصوت يا ولاد، عندي كحه جامده قوي. اوكي، خد بالك ان انت عندك كان معناها ايه؟ معناها يستطيع. كان معناها يستطيع، يعني انا بقدر اعمل ايه؟ الحاجه دي بقول عليها modal verb. modal verb يعني ايه؟ فعل ناقص. يعني ايه فعل ناقص؟ يعني ملوش معنى الا اذا جه بعديه infinitive. يبقى تاني المودال verb ما بيكونش ليه اي معنى الا اذا جه بعديه ايه يا ولاد؟ فعل تاني. طيب معنى كده يا ميس، انت لسه قايله لي معلومه كده من شويه، مش انت قلتي لي دلوقتي مودال فيرب هنا؟ طب ليه قلتي لي مودال فيرب؟ عشان افكرك ان انا لما جيت اسال بدو وضص في الاول كان معناهم هل، برضو كان هيبقى معناها هل، عشان برضو من شويه قلت لك ان المودال فيربس بعملها معامله الهيلبنج فيربس. معناها ايه؟ هي مش هينفع يكون ليها معنى الا اذا جه بعدها مين؟ فعل تاني، والفعل مع المودال فيربس بيكون فين؟ بيكون فعل بدون اضافات. بص كده السؤال ده بيقول لي what can you do؟ ماذا تستطيع ان تفعل؟ to keep the environment clean، عشان تحافظ على البيئه ايه؟ نظيفه. استخدم اداه الاستفهام مين؟ what. ركز بقى في دي، استخدم لي كان كهيلبنج فيرب، كفعل مساعد. كفعل ايه؟ مساعد يا ميسي. يبقى معنى كده ممكن استخدم كان اللي هي مودال فيرب كفعل مساعد. واوعى تنسى ايا كان استخدامها بيجي معاها انفينيتيف، حتى مع هي وشي وات. حتى مع هي وشي وات، اتفقنا؟ عشان ساعات انتوا بتتلخبطوا في الموضوع ده. كده احنا شرحنا مين؟ شرحنا المضارع البسيط كله. طيب نشرح ايه بقى تاني دلوقتي يا ميس؟ نشرح البريزنت كونتينيوس. اوكي، البريزنت كونتينيوس معناها ايه؟ المضارع المستمر. اوكي، طب المضارع المستمر معنى كده ان انا بقول لك ان الحاجه دي بتحصل دلوقتي، تمام كده؟ يبقى اول حاجه في البريزنت كونتينيوس معناها ايه؟ ده زمن مضارع مستمر، يعني حاجه بتحصل ناو. يعني حاجه بتحصل امتى؟ ناو او رايت ناو. يبقى ممكن يقولها لك ناو او ايه؟ او رايت ناو. يبقى تاني المضارع المستمر حاجه بتحصل امتى يا ولاد؟ ناو او رايت ناو. ناو او ايه؟ رايت ناو. او at the moment. at the moment. يعني ايه at the moment؟ في هذه اللحظه. يبقى حاجه بتحصل now right now at the moment. اوكي، او at present في الوقت الحالي. يبقى يعني ايه at present؟ في الوقت الحالي. يبقى الحاجات دي كلها بتدل ان الزمن ده بيحصل في زمن المضارع المستمر. تمام؟ طب انت ما قلتلناش اصلا هو بيتكون من ايه؟ من اهم حاجه تعرف بس الاول هو بيحصل امتى. المضارع المستمر ده بيحصل امتى؟ حاجه بتكلم عليها في وقت التحدث. حاجه بتكلم عليها في وقت الايه؟ التحدث. هو ليه استخدامات تانية بس خليها بعد ما ندي التكوين بتاعه. تاني، يبقى لو حاجه بتحصل now right now at the moment at present وحاجات تانية هنقولها، يبقى معناها ان هو ايه؟ ان ده مضارع ايه؟ ده مضارع مستمر. طب وبعدين بص كده ادالك هنا امثله، بيقول لك ايه؟ we are studying English now. يبقى احنا بنذاكر امتى انجليزي؟ دلوقتي. يبقى احنا بنذاكر الانجليش امتى؟ دلوقتي. عمل ايه؟ جاب لي ار وبعدين جاب الفيرب وبعدين حط فيه اي ان جي. ايه ده؟ يبقى التكوين بتاعه يا ميس بيتكون من ايه؟ بص اهو جايبينه اهو الحمد لله زي الفل. بص كده معايا، التكوين بتاعه بيتكون من ايه؟ بجيب الفاعل. بجيب مين؟ الفاعل. بجيب مين؟ الفاعل. مين هو الفاعل؟ اي. يبقى الفاعل عندك لو كان اي، الاي بتاخد مين؟ بي. بتاخد مين؟ ام. اوكي كده. والهي والشي والات بياخدوا از، واليو والوي والذي بياخدوا ار، وبعدها بزود لهم الفعل فيه اي ان جي. ايه حكايه نوت دي؟ لو كانت الجمله منفيه. يبقى لو كانت الجمله منفيه انت بتقول ام نوت، از نوت، ار نوت. طيب انت ليه قلتي بي في الاول هنا يا ميس كده اللي انا اتلخبطت فيها؟ عشان افهمك ان الاستمرار هو عباره عن فيرب تو بي زائد اي ان جي. الاستمرار هو عباره عن ايه؟ verb to be زائد اي ان جي. فانا جبت لك am is are وبعدها جبت الفعل فيه يا اولاد في اي ان جي. اوكي، طيب تمام. بعد كده هو بيقول لك هنا جاب لك الكلمات بتاعته. طبعا احنا هندي عليه امثله كتير واحنا بنشرح. الكلمات بتاعته هي now دلوقتي. انا بقول لك ايه؟ I am eating sandwich now. يعني انا باكل ساندوتش امتى؟ دلوقتي. يبقى now معناها الان. look بقول لك ايه؟ بص كده في حاجه بتحصل، يبقى حاجه بتحصل دلوقتي. listen استمع كده في حاجه بتحصل دلوقتي. at the moment في هذه اللحظه. at the present time يعني ايه؟ في الوقت الحالي. في حاجات تانية اتفقنا ان now ممكن كمان تكون right
now. خد بالك بقى الزمن ده تراجع معايا فيه كويس قوي، يبقى now او ايه او right now. لو انا جايه بقول لك watch out، يعني ايه watch out؟ احترس. احترس مثلا العربيه جايه، يبقى لو انا جايه بقول لك مثلا ايه، بص الجمله دي كده، watch out the car is coming. خد بالك العربيه ايه يا ولاد؟ جايه. يبقى تاني watch out the car is coming، خد بالك العربيه ايه جايه. عملت انا ايه؟ جبت car وبعدها is وبعدها الفيرب فيه ايه يا ولاد؟ فيه ing. يبقى انا معنى كده يا ميس ان انا watch out ديت بستخدمها لايه؟ بستخدمها للتعبير عن المضارع الايه؟ المستمر. take care، يعني ايه take care؟ احترس. خد بالك ماشي؟ take care. قال لي في حاجات تانية؟ قال لي في حاجات تانية. انا ممكن استخدم كلمة today، دي مهمة جدا جدا جدا. يعني مثلا today بعبر عن حدث مؤقت، حاجة بعملها النهاردة بس. كمان مرة، يبقى today بعبر عن حدث مؤقت، حاجة بتتعمل النهاردة بس. فمثلا تيجي تقول لي ايه؟ today النهاردة I am going to the theater. يعني ايه؟ يعني انا النهارده رايح المسرح. طب وانا كل يوم الصبح بقوم اروح المسرح؟ لا، ده حدث ايه؟ مؤقت. يبقى كلمه today بتيجي مع المضارع المستمر وبتقول لي ان الحدث ده بيحدث بشكل مؤقت. كمان كلمه this، يبقى كلمه ايه يا ولاد؟ this. زي مثلا this week، هذا الاسبوع، برضو حاجه هتحصل بشكل ايه؟ بشكل مؤقت. اتفقنا؟ اتفقنا. في كلمات تانية بتيجي بس بعتبرها دخيله على الزمن. يعني ايه دخيله على الزمن؟ يعني كلمه tomorrow بتجيلي next week. الله يا ميس، يعني ايه tomorrow؟ يعني ايه next week؟ مش الحاجات دي بتدل على المستقبل؟ ما انا هديك دلوقتي من ضمن استخداماته ان انا لو بعمل ترتيبات لحاجه في المستقبل هستخدم المضارع المستمر. امشي معايا بس كده ستيب باي ستيب. يبقى الكلمات الداله بتاعتك طبعا وانت قاعد انت بتسجل بقيه الملاحظات بتاعتك دي، ميك النوتس بتاعتك على طول، تيك النوتس بتاعتك. رايت ناو، واتش اوت، كلمه today، كلمه this، وكلمه take care او now، look، listen، at the moment، at the present. طيب هو ليه هنا الملزمه جايبه لي؟ عشان دي الحاجات الرئيسيه المشهوره يعني، بس انا لازم اكون عارف باقي الكلمات كلها. اتفقنا؟ اتفقنا. وبعدين في حالة الاستفهام بيكون الدنيا شكلها عامل ازاي؟ اوكي، في حالة الاستفهام عندك بيجيب لي في الاول am is are وبعدها الفاعل وبعدين الفعل زائد ing ولو في باقي للجملة انا بجيب الباقي بتاعها. طيب الquestion word لو كان في أداة استفهام زي what او where او اي أداة استفهام وبعدها يجيب لك am is are وبعد كده الفاعل وبعدين الفعل فيه ing. مثلا مديني هنا مثال، ايه المثال اللي مديهوني؟ فبيقول لي is عمر repairing his car. is عمر repairing his car، هل عمر بيصلح العربيه بتاعته؟ يبقى انا جبت هنا مين؟ is في الاول. طب لو جينا تخيلنا كده ان دوت سؤال فين؟ سؤال في الديالوج، هتعمل ايه؟ وانا هجاوب عندك بيس. اوكي، بعد يس بعمل ايه؟ من الفاعل عندك عمر اللي هو هي، واس تنزل، واللي بيحصل اس تنزل. طب لو ما كانش عمر بيصلح العربيه، تاني هكتب بقى نو، اوعى تنسى الكما، وبعدين تقول لي هي isn't. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب لو كان سؤال بقى بأداة استفهام زي اللي هو مديهولك ده، where are they playing football؟ هم بيلعبوا فين الفوتبول؟ where، بسأل بيها عن المكان، جبت are الفعل المساعد وthey وبعدها كلمة ايه؟ كلمة playing. اوكي تمام؟ تمام. بعد كده الملزمة عامله لي حاجة برضو حلوة قوي وبيقول لي خد بالك دي حاجات لازم انت تبقى عارفها من السن ده، اللي هو ايه بقى؟ بيقول لي خد بالك ان في حاجه عندي اسمها افعال الستيتيف. افعال الايه؟ ستيتيف فيربس. يعني ايه ستيتيف فيربس؟ افعال الحاله. يعني ايه ستيتيف فيربس يا ولاد؟ افعال الحاله، افعال بتبقى موجوده بتحصل. اوكي، فدي ما بينفعش ان انا احط فيها اي ان جي، ما ينفعش تيجي في صيغه الاي ان جي الا اذا. طب الا اذا ايه بقى؟ الا اذا اختلف معناها. طيب ايه هي الافعال دي؟ وهوريك الشكلين بتوعهم. اول واحد افعال الحواس، اوكي، السنسز اللي هي see يرى، hear يسمع، smell يشم، notice يلاحظ،
realize معناها يدرك، understand يفهم، مين يعني remember يتذكر، ونو معناها يعرف. want يريد، desire يرغب فيه، wish يأمل أو يتمنى، hate يكره، love يحب، dislike يكره، وforgive إيه؟ ينسى. أوكي. own يمتلك، يدين، belong to معناها ينتمي إلى، possesses برضو معناها يمتلك، و have معناها برضو يملك أو إيه؟ أو يمتلك. تعالى بقى كده أنا همسك لك مثلا الكلمة بتاعت مين؟ بتاعت have. ركز بقى عشان السؤال ده مهم جدا، ومهم إن أنت تبقى عارفه من دلوقتي. have معناها يمتلك، فلو جيت قلت لك أنا عندي عربية هتقول لي إيه؟ I have a car. ما ينفعش الفعل have وهو معناه يمتلك تقول لي I am having a car، ما بيقبلش الاي ان جي، اتفقنا؟ لان هو من الستيتيف فيربس اللي ما بينفعش استخدم فيها اي ان جي. طب لو انا جيت بقى قلت لك I am having lunch، يعني ايه I am having lunch؟ معناها بمتلك الغداء ولا باكل الغداء؟ يبقى معناها بتناول الغداء، باكل الغداء. يبقى الفعل have لما معناه اختلف وبقى معناه ياكل، خلاص عادي. يقبل الايه يا ولاد؟ الاي ان جي، اتفقنا؟ اتفقنا. في كمان بعض الايه؟ الافعال، الفعل بي ما ينفعش فيه اي ان جي، ما ينفعش اقول I am being، لا ما ينفعش اقول I am being، اتفقنا؟ اوكي. كان، must كل الافعال الناقصه ما ينفعش احط لها اي ان جي. seem يبدو، consist يتكون، expect يتوقع. كل الافعال دي تحفظها ان هي ما بيجيش معاها اي ان جي، تمام؟ يلا بقى حل معايا على الجرامر كده، ركز بقى كويس قوي. انت خدت معايا الجرامر بتاع يونت 1 present simple، اوكي، فده خدت present continuous صح كده، وبعد كده خدت كمان الابيلتي القدره. اوعى تنسى بقى الحاجات دي، ذاكرها كويس وحل معايا يلا. choose the correct ايه answer. number 1 she not plays. ها ركز بقى كده في كل كلمه انا بقولها لك. plays خلاص ده مضارع بسيط. the piano in the evening في المساء، اتفقنا؟ يبقى هي بقى is rarely ولا rarely؟ طبعا واحده واحده بقى كده في الجرامر هتفصص معايا اجابه عشان تعرف انت بتحل ازاي. طب لو انا جيت قلت لك is rarely، طب مش هتنفع. طب ليه يا ميس؟ ما عندي فعل اهو والفعل فيه اس صح؟ يبقى الفعل is ما ينفعش يجي معاه فعل بدون ايه؟ اضافات. جميل. طيب rarely تنفعني، كان rarely لا. طب لو في كان كنت انا هحط اس؟ لا يبقى ما ينفعنيش. was rarely was مع فعل فيه اس يبقى ما ينفعنيش. يبقى الإجابة اللي تنفعك هي مين؟ هي rarely. They not go to school by bus. They وادي الفعل بدون إضافات. is هتنفع؟ لا ما تنفعنيش. usually تنفع. usually كان مع go to school by bus. اوكي طب ركز كويس قوي كده. لا دي مش تنفعني. where usually ها يبقى they ايه؟ they usually go to school by bus. اتفقنا؟ اتفقنا. بعدها يا ولاد I not eat vegetables because I don't like them. اوكي ادي الفعل عندك بدون اضافات يبقى مضارع بسيط. don't like them انا ما بحبهمش. طيب طالما ما بحبش الخضروات يبقى هاكلها؟ لا مش هاكلها. يبقى usually عادة، often دايما لا، sometimes لا. يبقى الاجابه الصحيحه هي مين؟ هي never، انا مش باكلهم. my father not drinks coffee in the morning. طيب drinks ادي اهي الفعل فيه اس، يبقى انت عايز ظرف التكرار بس، ولا كان هتنفع ولا is هتنفع ولا was هتنفع. يبقى ايه؟ always. عمر not watch TV after dinner. عمر ايه watch TV after dinner بعد العشاء. ادي watch وادي عمر فعل بدون اضافات، وهنا هي يبقى هنفي بمين؟ بدازنت. برافو عليكم. يبقى هنفي بدازنت. اللي بعدها my friends not football on Fridays. اوكي طب خد بالك في الجزئيه دي بقى، ها دي اسمها ايه؟ on Fridays ايام الجمعه، اتفقنا؟ هقول play plays. طب friends plays لا عشان هم جمع. is playing لا عشان حاجتين، في on Fridays وعشان كمان في my friends جمع. اوكي ولا playing. يبقى ايه اللي ينفعني يا ميس؟ هو الفعل مين؟ الفعل play. ساره not like milk. ساره ايه؟ تحب اللبن ولا ما بتحبهوش؟ يا ترى don't ولا doesn't ولا isn't ولا not؟ مش في عندك فعل بدون اضافات؟ وادي ساره يبقى هتبقى عندك مين؟ doesn't على طول. اوكي
السؤال رقم 8 we not go shopping on Saturdays. ادي we وادي go، يبقى انا محتاج ظرف التكرار، يبقى we ايه؟ we usually. مش هينفع ار، الفعل ما فيهوش اي ان جي يا ميس، صح كده؟ was ما ينفعش مع المضارع، ولا كان. اوكي اتفقنا. اللي بعدها does your brother نقط chocolate. طيب ادي does وادي الفاعل brother. does بتاكل الاس، likes ما تنفعش، like اي ان جي لا برضو ما تنفعش، like طبعا هي اللي تنفع. اوكي وdoes ما ينفعش مع الماضي. how often كم مره، ادي you وادي الفعل بدون اضافات brush، يبقى you المساعد بتاعها do. my sister play the guitar very well. my sister وبتلعب صح كده، ادي play. ها is play غلط، does play ازاي does مع فعل بدون اضافات. اوكي ها هنا بقى إيه؟ هنا بيجيب لي is لا طبعا، عشان بيقول لي my sister is play كنت لازم الاقي اي ان جي. did طبعا لا، ما ينفعش did ومعاها فعل بدون ايه اضافات في الجمله ديت، يبقى اختار هنا ايه كان. اوكي he not drive a car but he is learning. اوكي هو بيتعلم، اتفقنا؟ يبقى هو بيعرف يسوق العربيه ولا ما بيعرفش؟ لا اكيد ما بيعرفش، يبقى he can't drive a car. طب ينفع اقول هو بيقدر يسوقها ولكن بيتعلم؟ المعنى غلط، اتفقنا؟ don't drive a car هو لا يسوق العربيه ولكن بيتعلم. انا بتكلم هنا على ايه؟ على المقدره. طالما بتكلم عن المقدره يبقى هستخدم مين؟ هستخدم can't. اوكي بعد كده عندي نمبر 13 نقط you speak English fluently. اوكي يعني ايه fluently؟ طلاقه. يعني انت دايما اللغات بيجي معاها fluently. يعني ايه fluently؟ انت بتتكلم اللغات دي بطلاقه، يعني بتتكلمها كويس قوي ولا ما بتتكلمهاش كويس قوي؟ وده سؤال. ده ايه يا ولاد؟ سؤال. وعندي الفاعل you. does مش هتنفع عشان ده سؤال، does تنفع بس ده you يبقى ما تجيش معاها you. can you speak هل تقدر تتكلم؟ دي اللي تنفعني. طب ليه يا ميس ما اخترتيش ار؟ ما هو عندك يو. هختار ار لو كان هنا في عندي اي ان جي. مفيش اي ان جي. what not you cook for dinner. cook معناها يطبخ، ادي فعل بدون اضافات وادي الفاعل يو. يبقى مين عندك الفعل المساعد؟ الفعل المساعد هنا اللي يمشي معاك هو كان، صح كده؟ is ما تجيش مع يو، does ما تجيش مع يو، ار محتاجه اي ان جي. اتفقنا؟ عرفت انت ازاي بتحلل الاجابه؟ بعدها they not swim fast because the pool is crowded. نقط يعوموا بسرعه لان حمام السباحه كان ايه؟ كان زحمه. يبقى هم قدروا يعوموا ولا ما قدروش يعوموا؟ قال لي لا ما قدروش. ليه؟ عشان حمام السباحه كان زحمه. my little brother نقط ride a bike yet. اوكي اخويا الصغير ما بيعرفش يركب عجله حتى الان. معناها ايه يا اولاد؟ حتى الايه؟ يبقى يت معناها حتى الان، ما بيعرفش يركب عجله لحد دلوقتي. يبقى my little brother كان ولا كانت؟ لا كانت، لان هو ما بيعرفش يركبها لحد ايه؟ لحد دلوقتي. ويت بيجي معاها الجمله منفيه. اوكي عندك الجمله رقم 17 هدى not play tennis but she doesn't like it. هي ما بتحبهاش، صح كده؟ يبقى هدى ايه؟ هدى ما بتحبهاش. اوكي بس هي بتعرف تلعبها، يبقى هدى كان بلاي تنس، هي بتعرف تلعب التنس لكن ما بتحبهاش، عشان بط بتدل على التناقض. اتفقنا؟ اتفقنا. السؤال رقم 18 عندك بيقول لي ايه؟ I not remember his name. It's very difficult. ده اسمه صعب قوي. يبقى انا افتكرته ولا ما افتكرتوش؟ لا طبعا ما افتكرتوش، يبقى I can't remember. Not your cousin use a computer. ها بيقول لي ايه؟ هل ابن عمك بيستخدم الكمبيوتر؟ زي الفل. هل بقى your cousin دي مفرد صح؟ يعني مين اللي يمشي معاها؟ يا اما is يا اما كان. is عايزه فعل اي ان جي يبقى ما تنفعش، يبقى كان عشان في infinitive. اتفقنا. Where not you find fresh fruit in this town. بيقول لي ايه؟ اين تجد ايه الخضروات الفاكهه الطازجه في هذه الايه؟ المدينه. تمام. انت عندك يو وفعل بدون اضافات، يبقى انا محتاج دو او كان. محتاج دو او ايه؟ او كان. طب دو مش موجوده يبقى عندي كان. يبقى where can you find. she not TV at the moment. تمام. مفتاح الحل عندك في at the moment. يبقى am is are verb ing. طالما عندك she يبقى انا عايز is ايه؟ is watching. we not to school now. مفتاح الحل فين؟ في now. we يبقى are going. طيب اللي بعدها I not breakfast right now. دلوقتي حالا برضو. يبقى I عايزة am والاي ان جي. اوكي
اللي بعدها the teacher knows the lesson at the present time، يعني معناها المدرس بيشرح ايه دلوقتي الايه الدرس. يا ترى هتبقى ايه؟ هتبقى is explaining. طب ليه is explaining؟ عشان بيحصل ايه في الوقت الحاضر يعني او دلوقتي. my parents go out to the supermarket now. قال لي عندي now يبقى my parents جمع، يبقى انا عايز are والاي ان جي. ركز كده في كل حاجه انا بقولها وازاي انا بشرح عشان تعرف انت تحل. what not you doing at the moment؟ at the moment مفتاح الحل، يبقى ده سؤال الفعل فيه اي ان جي. what you يبقى المساعد بتاعك are. he نقط a new shirt day. خد بالك بقى احنا اتفقنا ان today بتدل على حدوث الفعل ايه في حاجه مؤقته. النهارده حاجه بتحصل ايه مؤقته، يبقى he. ركز في الجزئيه دي كويس قوي عشان انت عندك اجابتين في السؤال ده تنفع. wears عشان هي بيجي معاها الفعل فيه اس، واس wearing. جميل، بس من شويه يا ميس وانت بتشرحي لي اوكي قلت لي ايه؟ ان today بتدل على حدوث الحدث بشكل مؤقت. حدوث الحدث بشكل ايه مؤقت، يبقى هقول ايه على طول؟ is wearing. هقول ايه يا اولاد؟ is ايه؟ is wearing، عشان كلمه today معناها الحاجه دي بتحصل بشكل مؤقت. listen مفتاح الحل بتاعك present simple. the birds جمع يبقى are flying، are والاي ان جي. the children not football in the park right now. مفتاح الحل بتاعك right now، يبقى هقولها ايه على طول؟ يبقى the children are ايه؟ are playing. اوكي اوكي. is she ادي is يبقى على طول عايزه الفعل فيه ايه؟ اي ان جي. اللي بعده my brother not breakfast every day at 7 a.m. اوكي ركز بقى في الجزئيه دي. بيقول لي اخويا نقط الفطار كل يوم الساعه 7، يبقى طبعا ايه؟ هقول has breakfast every day الساعه 7 ولا is having الساعه بياكل الفطار كل يوم الساعه 7؟ الاجابه دي هي اللي تنفع والاجابه دي تنفع. طب ليه انا اختار هنا has بيتناول؟ ليه اختارها؟ عشان ده روتين بتاعه، هو كل يوم بياكل ايه؟ الفطار الساعه 7، فحدد لي ان هو روتين. فما تتسرعش وتروح تقول لي ماي براذر يعني هي يعني از والاي ان جي. بس هو هنا في الاخر قال لك ايه؟ ده روتين عنده ان هو كل يوم الصبح ياكل الفطار بتاعه الساعه 7. اوكي we not use phones in the classroom. يا ترى احنا بنستخدم التليفون في الكلاس روم؟ لا احنا ما بنستخدمهاش. يبقى كان اقول لك لا، طب ما هي نقطه هي عندك يبقى محتاجه كان، يبقى we can't use احنا ما بنقدرش ايه نستخدمه في الكلاس ايه في الكلاس روم. زي not studying. جميل خلاص ادي زي عندي what studying زي ما يجي معاها or. I not eat fish because I don't like it. طب باكله ولا باكلوش؟ ما انا ما بحبهوش. اوكي صح كده، يبقى هقول لك I ايه؟ I don't، عشان انا ما بحبهوش فانا I don't ايه eat fish. she usually not at school. she usually ايه بقى؟ ادي usually صح كده، ودي she يبقى walks، يبقى she usually walks to school. look مفتاح الحل في look am is are verb ing، يبقى the baby يبقى is sleeping. we not ride horses but we don't have any. لكن احنا ما عندناش. اوكي احنا بنحب ركوب الحصنه ولكن ما عندناش ايه؟ حصان. صح كده، يبقى we can احنا بنعرف نركب الحصان لكن ما عندناش ايه؟ حصان. my father not his car now، يبقى معنى كده ان هو بيعمل الحاجه دي دلوقتي. يبقى بابايا اللي هو he يبقى is washing. ايه يا ولاد؟ is ايه؟ is washing. بعد كل الاسئله دي مش تكون محتاج تعمل اي حاجه ثانيه. what not you doing now؟ طب تمام، مش انت عندك doing وادي عندي what اداه استفهام، يبقى المساعد بتاعك مين مع you؟ يبقى are. what are you doing now؟ I not drink milk because I am allergic. يعني ايه allergic؟ معناها عندي حساسيه، ما بشربش لبن عشان عندي حساسيه منه. يبقى عندي حساسيه بعمل حاجه ولا ما بعملهاش؟ ما بعملهاش، يبقى ما بشربش اللبن عشان عندي. مفتاح الحل في الكلمه دي في الجمله دي انك تكون عارف معنى allergic. يعني ايه allergic؟ معناها عندك حساسيه ضد نوع اكل معين او شرب معين. The students not an exam today. today بتدل على الفعل المؤقت. جميل، يبقى الستودنتس حاجه بتحصل مؤقته، هم مش كل يوم عندهم عاده يوميه الامتحان، حدث بيحصل مؤقت عشان في كلمه today يبقى على طول وستودنتس هنا جنب يبقى are taking. اوعى تقول لي take عشان ده حدث مؤقت وشرحناها بالتفصيل. My friends not usually meet at the cafe. my friends بيعملوا ايه؟ بيتقابلوا في الكافيه. وادي الفعل meet بدون اضافات، وادي usually وماي friends جمع، يبقى عندي على طول مين؟ عندي don't. طب ليه مش aren't؟ عشان هنا مفيش اي ان جي.
can you not me with my homework can you help عشان كان بيجي معاه فعل بدون اضافات. where not your brother usually play. جميل. بص بقى كده معايا، هو بيقول لي ايه؟ where not your brother usually play. ادي brother مفرد وادي play يلعب، يبقى وده سؤال، يبقى المساعد بتاعي على طول does. ركز انا بحل ازاي، بديك مفاتيح الحل وبشرح الجمله. ده teacher not talking now. جميل زي الفل. ادي teacher فعل فيه ing، ادي مفرد حط is. اوكي؟ طيب اتفقنا ان هيجي لي سؤال في الكوريكت، فتركز بقى معايا، وهو عامل لك الامتحان كل سؤال عليه درجه ونص، اتفقنا؟ فالدرجه بتاعته مش قليله، فتحافظ عليها عن طريق ان انت تسمع الفيديو كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى تنسى ان ريد اند كوريكت. يعني ايه كوريكت يا شباب؟ يعني صحح، يعني يبقى معنى كده ان الكلمه دي خطا وانا عايز اصححها. اوكي. she go to school by bus every day. مفتاح الحل every day. تبقى go؟ لا، هتبقى goes. طب ليه يا ميس؟ عشان she بيجي معاها الفعل فيه اس وزودت لها اي اس عشان هو بينتهي بأو. my father don't like coffee. جميل. ادي like فعل بدون اضافات، وادي my father بنفيها ب doesn't. بنفيها بايه؟ ب doesn't. يبقى doesn't زائد الانفينيتيف. اوكي. اللي بعده do he play. خلاص بقى انت المفروض بقيت شاطر. do he play فعل بدون اضافات، وادي عندي he، لا يبقى انا عايزه مين؟ انا عايز does. we likes، لا we like. we بيجي معاه فعل بدون اضافات. I doesn't study، لا طبعا يبقى I ايه؟ I don't. you we they معاها don't. he always walk، he يبقى حط الاس. طب يا ميس ما في always وانت مالك ومالها؟ ادي هي بيجي معاها ايه؟ الفعل فيه اس. ايا من كان الظرف الزمني اللي محطوط هنا، ايا من كان مالكش دعوه بيه، انت بتحط لي الاس في الفعل طالما عندك هي او شي او ات او اي كلمه مفرد. they is، لا طبعا they بيجي معاها are، يبقى they are usually happy at work. where do your sister ديت يعني she، يبقى هقولها do؟ لا هتبقى does. I never eats، لا I يبقى على طول اشيل الايه؟ الاس، يبقى eat. she study. ازاي يا ميس؟ ده في عندك every day، يعني ده مضارع بسيط. هتعمل ايه بقى؟ هتشيل الواي وتحط اي اس، يبقى studies. يبقى ايه يا ميس؟ studies. my brother can swims. ازاي بقى؟ ده كان بيجي معاها ايه؟ الفعل بدون اضافات، يعني هتشيل الاس. she can sing. no. تاني she can sing عشان شلت الاس منين؟ من الفعل. I can to play. ازاي يا ميس؟ انت شرحه لي من شويه ان كان بيجي بعدها الفعل بدون اضافات. اوكي. السؤال رقم 14. تعالى بقى السؤال رقم 14 بتاعك. we can't speak. لا طبعا ادي we يبقى شيل الاس من الفعل. can you to drive a car. can you drive ما ينفعش اقول قبل الفعل ايه to طالما عندك كان. he can cooking كان بيجي بعدها فعل بدون اضافات، يعني هتشيل الاي ان جي يبقى cook. we can helping our parents. we can help هتشيل الاي ان جي. she play football now. مفتاح الحل بتاعك now، عشان واحد ممكن يقول لي plays، هقول له لا اوعى تحط plays عشان she ده بيقول لك now، وطالما now يبقى هتجيب من عندك is عشان she بيجي معاها is وبعدين تقول لي playing، اوعى تنساها. يبقى she is playing. they is going to school at the moment. طالما at the moment يبقى مضارع مستمر، يبقى they هتاخد are. I am reads a book now. انا عندي now وادي عندي am، يبقى هشيل الاس وحط I ان جي. I'm reading. we are watched ادي are وادي now، يبقى مضارع مستمر، هتشيل اي دي وتخليها watching، يبقى we are ايه؟ watching. he is eats dinner right now. right now مضارع مستمر وإيز موجودة، شيل الإس وحط I إن جي، يبقى he is eating. the children is playing. أدي playing هو إن جي، is لأ هتبقى are. طب ليه؟ عشان children جمع. السؤال رقم 24. he is eats. لا طبعا مش هتبقى eats، هتبقى eating I إن جي. أوكي كده؟ اوعى تنساها. the children is playing. لأ are playing. he is asleep at the moment. لا طبعا يبقى he is ايه؟ sleeping at the moment. you are does your homework now. ادي now ودي are، عايز فعل فيه اي ان جي، هات الفعل اصله do، الانفينيتيف بتاعه ايه؟
do واحط له اي ان جي. اتفقنا؟ اوكي طيب احنا كده خلصنا. في عندك هنا بقى امتحانات. في عندك هنا ايه؟ امتحانات. الامتحانات ديت انت مطلوب منك ان انت تحلها، ولو انت احتجت فيها اي حاجه ابعت لي في الكومنت وانا هقولها لك، ما فيهاش اي مشكله خالص. كل طالباه منك انك تذاكر الملزمه كويس قوي، مش هتحتاج حاجه تانية ان شاء الله اكتر من الملزمه دي، عشان احنا غطينا فيها كل النواحي. هعيد لك تاني، احنا شرحنا الجرامر، شرحنا الكلمات، وحلينا على الجرامر وحلينا على الكلمات. انت هنا دلوقتي مش محتاج اي حاجه غير انك تذاكر الفيديو وتشيره لاصحابك وتعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابعنا ويوصل لك كل ايه؟ كل جديد. اتفقنا؟ ذاكر كويس عشان ان شاء الله عايزين الفول مارك في الامتحان. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.